وقبل ما نبدا فيلمنا احب الاول افكركم بالصلاه على سيدنا محمد وكمان باللايك والاشتراك في القناه. وجايبه لكم بقى فيلم النهارده كله اكشن واثاره، حاجه كده بقى فاخر من الاخر. وصدقوني طالما قلت لكم ان الفيلم ده اكشن وحلو قوي صدقوني هيطلع حلو، بس علشان تستمتعوا معايا بالملخص الجميل ده فانتوا لازم تكملوا معايا للنهايه. وقبل ما ابدا فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وفيلمنا بيبدا معانا بيوجا وكان هنا قاعد بيتمرن، ولما بيخلص بينزل هنا يصحح للاولاد الواجب بتاعهم، والطفل ده بيديله الاخبار. ويوجا ساعتها بيبص على اعلان معين وبيقراه، وبيبدا يوجا هنا يعلم هنا على الاعلان وبيشطب هنا على شويه كلمات لغايه ما بتكون هنا الرساله، وبتكون الرساله احنا في انتظارك. وبيبدا بالفعل يوجا هنا يلم الشنطه وبيمشي وبيودع كل اللي كانوا حواليه وبيمشي في الشارع. ودي بتكون دافيه كانت بتصلي، ودي جدتها وكانت ماسكه هنا فرخه في ايديها. ودافيه ساعتها بتقعد هنا علشان تاكل، وجدتها كانت بتجهز لها اللانش بوكس بتاعها وبتقول لها يا بنتي اهتمي بالتعليم شويه علشان تكوني كده فخر للعيله بتاعتنا، فاهماني كويس؟ وبعد كده الجده هنا بتنزل توصل دافيه للمحطه بتاعه الاتوبيس، بس الولدين دول كانوا هنا يخبطوا في دافيه، لكن الجده ساعتها هنا بيتفرج عليهم الشارع كله. وبيكون يوجا في الاتوبيس وبيشوف الجده هنا ودافيه، ودافيه ساعتها بتركب الاتوبيس ده والجده هنا بتفضل تديها شويه نصايح، ودافيه بعد كده بتفضل هنا ساكته خالص والاتوبيس بيتحرك. ودافيه بعد كده بتطلع النضاره هنا وبتلبسها وبتفضل هنا تنفخ في ودن الراجل اللي قدامها، وبيكون يوجا مركز معاه قوي، وهي بصراحه بتكون شقيه على الاخر. وده كان بيحاول ان هو يتحرش بيها، بس دافيه ساعتها بتطلع دبوس هنا وبتخبطه بيه، ويوجا هنا بيفضل يضحك عليها. والناس في الاتوبيس بيقولوا للكمساري ايه الزحمه دي، ليه ما بتشغلوش الاتوبيسات الاضافيه بدل الخنقه اللي احنا فيها دي؟ والكمساري بيقول لهم وانا مالي، روحوا اشتكوا واعملوا مظاهرات براحتكم. والناس بيقولوا ان السياسيين عمرهم ما بيهتموا علشان يخدموا الناس، هم بس فاضيين يلموا الفلوس بالفساد. ويوجا بيكون مراقب اللي بيحصل كله وبيفضل ساكت. وفي الموقف الاتوبيسات بيكون في مظاهرات علشان زياده رسوم الاتوبيس، وبينزل يوجا هنا وكمان دافيه بتمد ايديها هنا وبتقول ليوجا حط الفلوس دي في صندوق البنك. والاتوبيس ساعتها بيمشي، ولما بيبص هنا بيشوف اصحابه وبيجروا هنا مع بعض، والاخبار بتتكلم عن المجاعه اللي الناس شايفينها دلوقتي، وبتقول هو ممكن الوزير المسؤول اتقبض عليه بسبب الاكل الفاسد. وبنشوف الوزير وهو قاعد في بيته وكان بيلعب كوتشينه هي روقانك مع الخدم بتوعه، ولما بيبص في الكاميرات بيشوف عربيه شرطه كانت داخله البيت عنده. والوزير ساعتها بيقول تمام قوي كده يلا بينا بقى نبدا اللعب. والموظف بيقول له في 3 من المكتب التحقيقات في انتظارك، والوزير بيقول لهم خليهم يستنوا. وبنشوف الوزير وكان داخل على موظفين مكتب التحقيقات وهو بيمثل عليهم ان هو تعبان على الاخر. والموظف ساعتها بيقول له في عمليه فساد هنا ب 950 مليون روبيه ده بس في الصحه. والدكتور بيقول لهم حاله الوزير ما تسمحش خالص لاي تحقيق يا ابن اللعيبه. بس الموظفين ساعتها بيفضلوا هنا يحققوا معاه، لكن الوزير بيكون صايع قوي وبيمثل صح عليهم وبيقول لهم انا عارف مين اللي عمل كده وصدقوني انا بريء، وهم عايزين بس يشوهوا سمعتي قدام العالم كله. وبنشوف اصحاب يوجا وهم بيغرقوا يوجا في الميه وهم مغطيين وشه وبيحسبوا ليه الوقت تحت الميه، وميه بتقول الوقت ده ممتاز قوي. وبنشوفهم وهم هنا قريبين من بيت الوزير، ويوجا ساعتها بيقول لهم يلا نمشي. والوزير بيكون متعصب جدا بسبب الاتهامات دي كلها. والدكتور هنا بيوري للموظفين التقارير الطبيه بتاعت الوزير وان حالته خطيره جدا. والموظفين ساعتها عشان بيكونوا خايفين على نفسهم بيمشوا من عند الوزير، وساعتها الوزير هنا بيفضل يضحك ويهزر كمان ده انت باشا باشا والله. وفي الفجر يوسف ساعتها بيلبس ماسك هنا شفاف على وشه، والوزير بيكون بيتمشى ببيته، وفجاه بيظهر يوجا هنا من وسط روس البهايم وبينط على الوزير وبيلبسه ماسك هنا بتاع التنفس وبيرميه هنا على الجرار ده. والحارس ساعتها بيشوف يوجا، بس يوجا ساعتها بيضربه، والكلب ده بيهجم على يوجا وبيضربه، والحراس ساعتها بيتجمعوا كلهم هنا على يوجا، لكن هو بيقدر هنا يروق عليهم كلهم وبيضربهم واحد ورا التاني. وساعتها الجرار هنا بيمشي والكلب بيفضل يجري ورا الجرار وعربيه الشرطه كمان لغايه ما يوصلوا للجرار، لكن ساعتها ما بيلاقوش فيه اي حاجه الا هدوم الوزير وبس. وبيكون ساعتها الوزير اختفى، وبيكون الوزير جوه عربيه نقل ومعاه اصحاب يوجا، والاخبار كلها بتتكلم هنا عن خطف الوزير من بيته. وده بيكون بندي بيكون هنا قاعد وبيتفرج على الاخبار وكان مهتم قوي بيها، وبيكون قاعد مع امه هنا ومراته، وبيطلع كمان ابو ديفيا. وبتبدا الجده هنا تسخن في ابنها علشان ديفيا هنا دايما بتتاخر بره واعذارها بقت كتير قوي، وبتقول له انا خلاص زهقت قوي. وبتوصل ديفيا هنا البيت وبندي وقتها هنا بيتعصب عليها. وتاني يوم بيكون بندي قاعد في مكتب الشرطه وبيشوف الفيديو
الفيديو بتاع الجرار، وبيكتشف هنا خرطوم للتنفس، وبيقول لهم كبروا الصور كده وبعتوها عند مدير الشرطه، ممكن تساعد في حل القضيه. وده بيساله انت اتنقلت فين، وبندي بيقول له في ملاي. وبنشوف يوجا معاه الاخبار وبيبص على الاعلان، وبيبدا يشطب هنا على شويه كلمات، وبتكون الرساله هي الرحله انتهت والاسير في امان. وفي محطه القطار هنا بيكون بنتي ومراته بيسلموا على ديفيا والجده علشان مسافرين هنا على ملاي، وبيركبوا القطر. وبيوصل يوجا هنا وبيكون بيجري بسرعه، وساعتها بيشوف هنا ديفيا وبيتعلق على باب القطر، وده بيفتح الباب، وبندي ساعتها بيثبته هنا وبيقول له انت شكلك كده حراميات، وبيطلب من الركاب انهم ما يفتشوا شنطته. بس يوجا ساعتها بيقول له انا مش من النوع اللي انت بتقول عنه ده، انا بس كل الحكايه ان انا اتاخرت عن القطر واضطريت ان انا اركب اي عربيه وخلاص، انا اسف، واول ما القطر هيقف انا هنزل وهركب العربيه بتاعتي. وبندي وقتها هنا بيسيبه، ويوجا هنا بيلم شنطته، وفجاه يجي الراكب هنا في القطر ازمه قلبيه، ويوجا ساعتها بيروح عنده وبيحاول ان هو يساعده، وبيعمل له كمان تنفس صناعي، والكل هنا كان بيراقبه هو بيعمل ايه بالظبط. والراكب ساعتها بيفوق والقطر بيقف في المحطه، والدكتور ساعتها بيدخل هنا علشان يطمن على الراكب، وبيسال مين اللي عمل له الاسعافات الاوليه، والعجوز هنا بيقول له شاب كان هنا، والدكتور ساعتها بيقول لولا الاسعافات اللي اتعملت له كان زمان الراكب ده مات، بس هو دلوقتي حالته بقت كويسه. وبيكون يوجا هنا في العربيه الثانيه، وبيقدم اكل هنا للاطفال، وبيطلع اجنته، وبيفضل هنا يقرا فيها كتير قوي. وبيوصل يوجا هنا للغابه دي، وبيكون حزين قوي، وبيفتكر لما كان مبسوط والحياه كانت حلوه قوي معاه، وبيفضل يرقص ويغني، لكن كل ده كان لوحده. وبيشوف قريه هنا بتحتفل وبترقص، ويوجا ساعتها بيتخيل نفسه هنا وسطيهم، وبيفضل يرقص معاهم، وبيفضل هنا وحيد، وبيقرا في الاجنده اللي كانت معاه، وبيطلع هنا على برج التحويله، والعجوز ده بيقرا هنا الاخبار عند بتاع الشاي، وبيروح يوجا عندهم وبيسال عن بيت المهندس فيراد، وساعتها بتاع الشاي هنا بيوصف له الطريق، وبيشكرهم هنا يوجا وبيمشي. وده بيكون المهندس فيراد كان قاعد في بيته هنا عمال يتفرج على التلفزيون، وبيكون قاعد لوحده، وبيتكلم مع صوره مراته، وبيقول من ساعه ما مشيتي من 3 شهور وانا قاعد لوحدي، من ساعه ما انت سبتيني ومشيتي، بس انا بقى ما بقتش لوحدي علشان دلوقتي بقى معايا الخمره والسجاير بتاعتي. عندك حق والله، قعدة الفرفشه ما تعوضش، وكان مبسوط على الاخر وخلاص. هو بيكون خلاص اتعود على كده. ويوجا بيجي وبيخبط الباب عليه، وفيراد ساعتها بيفتح له الباب وبيقول له انت مين، ويوجا وقتها بياخد بعضه هنا وبيدخل البيت ولا كأنه بيت ابوه. وفيراد كان عمال يقول له انت مين وداخل هنا ليه، بس لما بيركز قوي فيه بيعرف ان هو المصور يوجا، وبيتاسف له ان هو ما عرفوش على طول علشان كان سكران، وبيقول انا فرحان قوي ان انا شفتك. ويوجا ساعتها بيعرفه ان هو عنده شويه شغل هنا وعايز اقعد هنا معاك فتره كده. وفيراد بيقول له مراتي عند اهلها، اقعد معايا وخد راحتك على الاخر. والباب ساعتها بيخبط، وفيراد ساعتها بيفتح الباب، ودي بتكون ام ديفيا، وبتقول له انبوبه الغاز بتاعتي فديت، ممكن اخد الانبوبه اللي عندك علشان بس اعمل الاكل. وبيدخل فيراد علشان يخلع الانبوبه، بس يوجا بيدخل هنا وبيساعده وبيفك الانبوبه، وبيشيلها وبياخدها هنا وبيروح مع ام ديفيا البيت علشان يركبها. ويوجا هنا بيقول لها ازاي بتطبخي السمك من غير ما تنضفيه. وبيشوف ساعتها معاها كتاب هنا للطبخ، وتقول له اعمل ايه، هو انا المفروض ان انا انضفه قبل ما اعمله، اصل يا ابني انا نباتيه وماليش في الحوارات دي، وجوزي بقى مش نباتي ومصر ان هو ياكل السمك، اعمل ايه بقى. وساعتها يوجا هنا بيقف وبينضف لها السمك وكمان بيعمله لها. وساعتها بندي هنا بيوصل البيت وبيشوف فيراد هنا وبيقول له ما تدخل البيت. وساعتها بيشمه هنا وبيلاقيه ساعتها شارب سجاير، وبيهدده ان هو يتصل بمراته. وام دافيه هنا ساعتها بتقدم لبندي السمك، بيقول لها ايه ده انت اول مره تعمليه صح قوي كده، حلوه قوي. وتقول له على فكره مش انا اللي طبخاه، ده صاحب فيراد اللي جاب لي الانبوبه هو اللي عمله لك. وبندي ساعتها بيشوف يوجا هنا، وساعتها بندي هنا بيشكره على موقفه هنا في القطر وبيسلم عليه. وبالليل بتكون دافيه هنا في درس الفرنساوي، والمدرسه بتقول لهم وانتوا ماشيين خدوا الامتحانات دي. وبتقول لدافيه ساعتها خدي هنا الامتحان بتاع فيشال وعديه عليه علشان هي في اجازه النهارده. ودي بتكون فيشال وبتشتغل في الاعلانات هنا، وبتروح عندها دافيه وساعتها بتاخدها الاوضه بتاعتها. ودافيه بتكون مبسوطه قوي وهي مع فيشال، وبتدي لها ساعتها الامتحان وبيتكلموا مع بعض شويه. وساعتها بتدخل عليهم اصحاب هنا فيشال، ودافيه بتكون مستغربه قوي طريقه فيشال معاهم. وساعتها دافيه بتمشي وبتروح دافيه هنا البيت، وبتلاقي جدتها هنا جايبه كاهن وعماله تصلي، وبتخلي دافيه هنا تقعد معاهم، لكن هي بتكون مخنوقه قوي. ودي بتكون صوره المفوض راجا، وبيكون في المحكمه بسبب قضيه فساد الجسر، والجمهور والاعلام كلهم كانوا واقفين قدام المحكمه. وبيكون راجا تعبان وبياخد جلسه اكسجين هنا في المحكمه، والمحامي بتاعه هنا بيقدم تقرير الطبي هنا للمحكمه، وبيطلب التاجيل لمده 15 يوم. والمحكمه ساعتها بتوافق وبتسمح له كمان بالخروج، والصحفيين كلهم بيتلموا حواليه هنا، وبيكون ساعتها مش عارف يتكلم خالص. وبيركب راجا مع فاس وابن
ابنه هنا عربيه الاسعاف، وبيظهر ساعتها ان رجا كان عمال يمثل عليهم. ايه يا ولاد اللعيبه. ورجا وقتها بيفتح الشباك وبيقول للصحفيه انا بتكلم، ولو فتحتي بقك انا هتهمك هنا بالدعاره انت واهلك. لكن الصحفيه كانت لسه هتصوره، لكن هو بيقفل الشباك بسرعه، وبتمشي عربيات المفوض راجا، وفاسو ساعتها بيولع السيجاره الراجا وبيطلب منه ان هو يتصل بالقاضي، وبيفضل راجا هنا يتكلم مع القاضي في التليفون. وهنا بندي والعساكر بيكونوا واقفين في محطه القطر وكانوا مستنيين راجا، لكن راجا ساعتها بينزل هنا ماشي عادي خالص، والمفتش بيقول لبندي وبيقول له يلا المفوض لسه ماشي من جنبك حالا. وبندي بيقول له ايه ده، هو كان بيمثل في المحكمه ولا ايه؟ وراجا اول ما بيخرج هنا بيسال على العربيه المكيفه بتاعته، والمفتش بيعرف راجا ان بندي هيكون هو المسؤول عن حمايته لمده 15 يوم. والظاهر كده ان هما الاثنين اصلا ما بيتوقوش بعض نهائي. وهنا اصحاب يوجا بيكون هنا معلقين يوجا في الشجره وبيفضلوا يوقعوه هنا على النار كذا مره، واكيد الموضوع ده فيه سبب. طب تعالوا نشوف ايه السبب. لكن ساعتها بيتصاب يوجا هنا وبيقول لهم كده كله تمام، وبيمسك التين هنا وبيعالج نفسه. وبنشوف دافيا عندي فيشال في الاوضه، وكانت هنا مغيره هدوم المدرسه ولابسه لبس فيشال، وكانت عماله ترقص على الاخر. وبتدخل عليها فيشال هنا وبتقول لها رقصك حلو قوي، لا انت هترقصي بقى في الكليب بتاعي. ودافيا بتكون خايفه قوي من جدتها، لكن فيشال ساعتها بتقول لها سيبك منها انا هظبطك. وبالفعل دافيا هنا بتروح وبترقص في الكليب بتاع فيشال وبطريقه فظيعه كمان، وبتنسى كل حاجه وهي عماله ترقص. وبعد كده فيشال بتاخد المجموعه دي ودافيا علشان يحتفلوا في البيت، ودافيا بتقول لها لبسي في الاوضه بتاعتك، هاتي المفتاح علشان اروح اخده. وفيشال ساعتها بتديهولها، ولما بتطلع دافيا هنا الشاب ده بيعاكسها، ووقتها دافيا هنا بتضربه بالقلم وبتطلع هنا على الاوضه. لكن لما بتيجي تخرج من الاوضه بتلاقي ساعتها الشباب دولت قدامها، وساعتها بيهجموا عليها وبيوقعوها هنا على السرير. وبالليل فاسو هنا بينادي هنا على بندي علشان ابوه كان عايزه، وساعتها راجا بيقول لبندي يلا روح واصطاد لنا كده غزاله حلوه علشان ناكلها انا وابني. وبندي ساعتها بيقول على فكره انا ظابط مش السكرتير بتاعك. وراجا هنا بيتعصب عليه وبيقول له اخلص وهات الغزاله بسرعه واسمع الكلام وانت ساكت. وبيمشي ساعتها بندي هنا وكان متعصب قوي، وبياخد العربيه وبيمشي وبيروح عند فراد وبيقول له هات سيجاره. وفراد بيساله هو في ايه، وبندي بيفضل هنا يشتم في راجا، وفراد بيقول له انت عبد المأمور واصبر شويه معلش. وبندي بيسال عن يوجا، وفراد ساعتها بيقول له راح يدي دروس للاطفال. وبنشوف هنا يوجا بيعدي من فوق وبينزل على فتحه الدفايه، وبينزل منها جوه بيت راجا ومش بيلاقي فيه اي حد. وراجا ساعتها كان بياخد هنا شاور، ويوجا ساعتها بيبدا هنا في ضرب اول واحد على الهادي خالص من غير ما اي حد يحس بيه، وبيدخل يلاقي التاني وبرضه بيروق عليه، والتالت هنا بيشده هنا تحت السرير وبيضربه وبيكمل في الباقي، وكل ده من غير ما اي حد يحس بيه. وبيضرب الاتنين دول ضرب فاخر من الاخر، وبالذات الجحش ده بيروق عليه على الاخر. وكمان فاسو هنا وساعتها بيسال هنا عن ابوه، وبيطلع راجا هنا من الحمام وبيبص في المرايه وبيشوف ابنه هنا ورا التلاجة ولسه هيمسك المسدس. بيهجم عليه هنا يوجا وبيحط السكينه في المسدس، والراجا ساعتها ما بيعرفش هنا يضرب النار، بس يوجا ساعتها بيروق عليه بالجامد قوي وبيربطه. وساعتها بياخده هنا وبيطلع من فتحه الدفايه، وبيدخل بندي هنا عند راجا وبيشوف فاسو هنا مضروب وبيقول له ان في حد خطف بابا. وساعتها يوجا واصحابه بيربطوا راجا على جذع الشجره ده وبيمشوا بيه هنا في الغابه. وبندي ساعتها بياخد الشرطه هنا وبيفتش في كل العربيات اللي على الطريق، وبيروح يوجا واصحابه عند التحويله وبيوقف العربيه، وساعتها اصحابه وراجا بيركبوا فيها وبيمشوا. وبينزل يوجا هنا من التحويله دي وبينط في البحر. والصبح بيعدي فرات هنا عند يوجا وبيقول له اهل مراتي اتصلوا بيا وقالوا ان مراتي هتولد وهغيب كام يوم هنا هناك. وبيمشي ساعتها فراد، وهنا في اجتماع المفوض الشرطه بيسال بندي هنا هو ليه اتخطف وازاي اتخطف وانت المسؤول عنه، وبيرمي الصحف هنا في وشه. وبيبدا المفوض هنا يسمعه كلام في العظم، وبندي ساعتها بيتعصب والمفوض بيأمره ان هو لازم يلاقي راجا. وبيخرج بندي من الاجتماع وبيتصل بمراته وبتقول له دافيا جايه القريه وروحوا حتى من المحطه، وبيقول لها ماشي يلا سلام. وبيروح المحطه هو والعساكر، وساعتها بيشوف يوجا هنا وبيقول له ممكن توصل بنتي للبيت علشان عندي مشاكل في الشغل. نسيت خد صوره بنتي هنا عشان تعرفها. وبيمشي، ويوجا اول ما بيشوف الصوره هنا بينصدم وبيفتكر حبيبته كافيه. وبيوصل القطر وبيروح يوجا هنا وبياخد دافيا في العربيه بتاعه الشرطه وبيفضل يبص عليها وهي بتكون حزينه قوي. وبيوصل بندي عند التحويله وبيشوف في حته هنا لحمه مرميه على الارض وبياخدها، والمفوض بيتصل بيه وبيقول له عملت ايه، وبندي بيقول له مسكنا طرف الخيط. وساعتها المفوض هنا بيتعصب عليه وبيقفل السكه في وشه. وبيوصل هنا بندي البيت ومراته بتقول له من ساعه ما دافيا جت وهي ساكته، وهو مش بيكون ساعتها مركز معاها خالص، وساعتها بيضربها بالقلم. وبيروح عندهم يوجا وبياخد بندي هنا وبيحاول يهديه، وبيمشي ساعتها بندي ويوجا هنا بيفضل
صغيره في الاجنده وبيبص من الشباك وبيشوف دافيا وهي ماشيه هنا ناحيه الغابه وبيطلع ساعتها يمشي وراها وبيشوفها عند الشلال وبيلاقيها ساعتها عماله تعيط وبيسالها في ايه وتقول له مين انت علشان تتكلم معايا كده وكمان انت اصلا ما تعرفنيش وبيقول لها لا اعرفك كويس قوي انت البنت القويه اللي كانت في الاتوبيس وكمان اللي بتعمل اعمال خيريه ايه بقى اللي حصل وساعتها بياخدها وبيمشي وتاني يوم دافيا هنا بتحكي للي حصل هنا من الشباب وهي ساعتها قد ايه هي روقت عليهم وكانت بمليون راجل جدع يا بنت ومسكتهم ساعتها وضربتهم كلهم ويوجا ساعتها بيقول لها طب انت ليه بتعيطي ما انت طلعتي قويه اهو ومفيش حاجه حصلت لك وساعتها دافيا هنا بترتاح قوي لما اتكلمت وبيمشي ساعتها يوجا هنا وبتوصل الجده المكان ده ودافيا ساعتها بتفرح جدا لما بتشوفها هنا وبتكون مبسوطه بيها قوي وبتاخدها هنا ويدخلوا البيت ودافيا من هنا نقدر نقول ان هي اعجبت هنا بيوجا وبتفضل تغني وترقص وبتفضل هنا عماله تعاكس في يوجا وبنتي بيشوف التقرير بتاع الطب الشرعي وبيقول ان انسجه اللحمه دي بترجع للشخص عنده 25 سنه ل 30 سنه وكمان فصيله الدم بي سالب ولما بندي بيشوف هنا عن الوزراء اللي اتخطفوا بيكونوا كلهم مرتبطين هنا في قضايا فساد كتيره قوي بس كلهم هربوا من المحكمه العليا وبيكون 6 وزراء هنا اللي هو خطفهم وبندي بيقول لهم كده يبقى فاضل واحد بس هو وزير الصحه اللي هو انبا هو مشترك هنا مع المخطوفين دولت في قضيه الفساد وبيسأل عن مكانه وده بيكون الوزير انبا وبيحاول يقنع مدير المستشفى ان هو يمضي على كل القضايا دي علشان يكون هو المسؤول والمدير ساعتها بيرفض بس مرات الوزير ساعتها بتضرب مدير المستشفى وفي الاخر المدير هنا بيمضي على كل حاجه تحت مسؤوليته هو وهنا اصحاب يوجا بيفضلوا يضربوا يوجا هنا جامد قوي لغايه ما هو بيصعب عليهم وهو ساعتها بيتعصب عليهم وبيقول لهم اضربوا جامد يلا بسرعه اضربوني الواد اللهبل ده وبيكملوا ضرب فيه وبنرجع هنا فلاش باك لكام سنه ورا وبنكون في كليه الطب وبيكون في عربيه اسعاف هنا وبتوصل ساعتها السينما وبينزل منها طلبه كليه الطب ومنهم يوجا وده بيكون عيد ميلاده وكان عازم كل الدفعه هنا على السينما ودي بتكون كافيه وبتكون في المحاضره لوحدها والدكتور هنا كان بيشرح وهي كانت عماله تكتب وراه وتاني يوم كافيه هنا كانت عماله تشرح للطلبه المحاضره وبيدخل يوجا هنا وبيكون زعلان منها قوي وبيقول لها انا براقبك بقالي 4 سنين وكمان مش عايزه تيجي معانا في اي حته خالص وتنبسطي وساعتها يوجا هنا بيسيبها وبيمشي وفي المستشفى الدكتور هنا كان بيشرح للطلبه كلهم الحالات كلها عملي وساعتها بتدخل حاله هنا ومش عارفه تاخد نفسها وكافيه وقتها بتعمل لها هنا تنفس صناعي ويوجا ساعتها بيمسك رجل الست وبترجع الست دي تاخد نفسها طبيعي جدا والدكتور ساعتها بيقول دي هتكون دفعه ممتازه قوي وهنا كافيه كانت بتساعد واحده علشان تلم التبرعات وبيشوفها يوجا واصحابه وبيمشي يوجا وساعتها بيشوف واحد هنا بيلمس كافيه ايوه زي ما انتوا شايفين كده وساعتها يوجا هنا بيجري ورا الشباب دول وينزلهم من القطر وبيضربهم هنا ضرب فاخر من الاخر احسن تستاهلوا اللي يجرالكوا والله وبيفضل يحدف فيهم يمين وشمال وبيروق عليهم بالجامد قوي والله تستاهلوها وما بيسيبش حد فيهم سليم خالص وبيخلي الشباب يروحوا يعتذروا هنا لكافيه وساعتها يوجا هنا بيتعصب على كافيه وبيقول لها يا شغلانتك دلوقتي اللي انت تلمي التبرعات وبيمشي ساعتها يوجا هنا من قدامها وهنا مدير المستشفى بيكون قدامه هنا مندوبين ادويه والمدير بيرفض هنا الادويه دي علشان كلها ادويه جدول وهتضر بالمريض وساعتها الوزير هنا انبا بيتصل بيه وبيعرفه ان هو شريك في شركه الادويه دي وبيخلي المدير ساعتها يمضي ان هو يشتري كل الادويه وبيختم كمان على الورقه وبالفعل الادويه دي بتدخل مخازن المستشفى وكافيه هنا بتكون في المستشفى وكانت بتعالج الاطفال وبيجي اجي طفل هنا عنده حرق بسبب شغله وساعتها كافيه هنا بتهتم بيه قوي وبتعرف كل حاجه عنه وبتطلب ان هم يعلقوا له محاليل وتاني يوم بتروح كافيه هنا ومعاها هديه لاجي ولما بتدخل مش بتلاقيه وبتسال عنه وبتعرف ان هو مات وان هو دلوقتي موجود في المشرحه وبتروح كافيه هنا المشرحه وبتشوف امه هنا وكانت منهاره وبتدخل تشوف اجي وحالتها ساعتها بتكون متدمره على الاخر وبتخرج لامه هنا وكانت عماله هنا تعيط بحرقه قوي وبترجع كافيه هنا الاوضه وبتسال هنا عن تقرير اجي وبتلاقي ان حاله الوفاه سكته قلبيه ولما بتبص هنا على المحلول بتلاقي فيه مواد مخدره تبع شركه راج وبتطلع جري هنا عند مدير المستشفى وبتعرفه كل اللي حصل وهو كان بيحاول ان هو يهديها وبيجي اصحاب يوجا هنا بياخدوها وبيمشوا وساعتها المدير بيتصل بانبا وبيعرفه اللي حصل وبيقول له تخلص بكل حاجه عندك اللي كانت موجوده في المخزن وبالفعل المستشفى كلها هنا بتنضف من كل ادويه راج وامين المخازن بيقول لكافيه ما عندناش هنا اي ادويه من شركه راج لكن هي بتتعصب عليه جدا وبتكون كافيه هنا مع اصحاب يوجا وبتكون حالتها متدمره قوي وبتطلب منهم ان يوجا يجي وبالفعل يوجا هنا بيجي وبتجري عليه ساعتها ولسه هتتكلم يقول لها انا عارف كل حاجه كويس قوي وبيقول لها هتعملي ايه انت عارفه مين وزير الصحه ده هو صاحب شركه راج
سابوتاج، ولو انت دورتي وراه هيحصل لك حاجه، كلنا عارفين ان في فساد هنا وانت بقى جايه وعايزه تحققي العداله. وبيقول لها انت تسكتي خالص وعيشي، وتقول له انت شايف كده ان اي حد يموت عادي كده ونسكت؟ انت مش فاهمني على فكره. وساعتها يوجا هنا بيسيبها وبيمشي، وبتفضل كافي هنا قاعده المكان ده، وبيجي عندها يوجا ساعتها وبيقول لها انت هتفضلي كتير كده، انت كده هتموتي، هو اللي مات ده كان ببقيه اهلك اخوكي ولا حد يقرب لك؟ ما تطنشي بقى، انا هروح اجيب لك اكل تاكليه. ولما بيروح ساعتها هنا يوجا ساعتها بيرجع بيلاقي كافيه هنا مولعه في نفسها، وساعتها يوجا هنا كان بيحاول ان هو يطفيها، وبيكون يوجا واصحابه هنا عمالين يعيطوا. ويوجا ساعتها كانت حالته هنا متدمره جدا، والدكتور بيخرج وبيقول لهم هي عايزه يوجا جوه يدخل عندها. ولما بيدخل يوجا هنا بيشوف كافيه بيكون مصدوم قوي من المنظر، وساعتها كافيه بتمد ايديها وبيقول لها انت ليه عملتي كده في نفسك؟ ليه حرقتي قلبي عليكي؟ وتقول له شفت بقى، عرفت انا ليه عملت كده؟ انا عملت كده علشان اسالك سؤال واحد، انا بقى اقرب لك ايه علشان تعيط كده عليا؟ وساعتها بينصدم وبيقول لها انت حب حياتي وانت كل حاجه ليا، بقى انت عملتي كل ده علشان بس تعرفي كده؟ وساعتها كافيه تقول له تمام، طالما بتحبني بقى اوعدني بقى ان انت تنهي على الفساد اللي في البلد ده وتحقق العداله. وساعتها بتموت هنا، وبكده بنعرف ليه يوجا بيعمل كل الكلام ده. وبنرجع تاني هنا ليوجا ولاصحابه هم في الغابه، وبيبدا يوجا هنا بيعمل خطه والمهمه بتاعت كل زميل ليه هنا في المستشفى، وبنكتشف ان الشرطه في كل مكان في المستشفى، وبيدخل يوجا هنا كمتوفي هنا في المستشفى، وساعتها بيضرب الدكتور هنا وبيبدا يتحرك في المستشفى كلها. وبيدخل واحد من صحاب يوجا هنا المكان ده وبيلاقي الشرطه، والشرطه ساعتها بتفضل هنا تعذبه، وساعتها صاحبه هنا بيفك التكييف وبيدخل يوجا جوه وبيضرب كل الشرطه، وكمان بيعرف هنا يهرب صاحبه. ويوجا وقتها بيعور نفسه هنا وبيدخل وسط المرضى، وبيشوف بنتي هنا، وبيكون في الوقت ده اصحاب يوجا هنا خطفوا انبا. وبالليل بتكون دافيه هنا قاعده تعالج يوجا من الاصابه، وبتفضل حزينه قوي على حالته. وهنا بندي بيكتشف ان يوجا هو اللي بيعمل كده، وساعتها بياخد القوه هنا وبيروح عند يوجا وبيقبض عليه، وبتكون معاه هنا دافيه. وفيرات في الغابه هنا والمفوض بيفضل يضرب هنا في يوجا وبيعذب فيه، وبيساله عن مكان الوزراء. ويوجا بيقول له انت فين في الفساد اللي في البلد ده، وانت بقى عملت ايه لكل ده؟ وبيجي اتصال من مدير الشرطه هنا وبيطلب من المفوض ويجيب يوجا هنا للمركز العام باسرع وقت. وبالفعل بيخرج يوجا هنا وسط الشرطه، والصحافه ساعتها بتصوره، وبيوصل للمركز العام هنا وبيبداوا في التحقيق مع يوجا. ويوجا وقتها بيشاور هنا على الكاميرا، وبيكون مجلس المحكمه بيشوف التحقيق، وبيطلب يوجا هنا تحقيق العداله والتخلص خالص من الفساد في الوزراء دول، والشعب هو اللي بيعاني من الفساد والظلم، ورتبوا بقى للمحاكمه وانا جاهز لكل حاجه. واصحاب يوجا ساعتها بيصوروا الوزراء هنا السبعه، وبيبدا كل الشعب يتكلموا عن يوجا ان هو بالفعل بطل وكمان محارب عظيم علشان عارف يقضي هنا على الفساد، وساعتها الشعب كله هنا بيدعمه. وهنا في الساحه بتكون المحكمه العليا هنا متشكله من 5 قضاه، وبيجي يوجا هنا بيقف في المكان ده، وبيكون الشعب كله واقف هنا كله وبينادوا هنا على اسمه. ويوجا ساعتها بيقول انا بطلب الحكم هنا على اللي كانوا السبب في الفساد بالاعدام، لانهم كانوا السبب هنا في المجاعه اللي في البلد. انا مش عايز اي محاكمه ليهم، انا عايز قرار بالاعدام من غير اي حكم، لانهم السبب في موت عدد كبير قوي من الشعب. والقاضي ساعتها بيرفض الكلام ده، وساعتها بتدخل هنا عربيه المطافي دي وبيخرج منها ال7 وزراء من غير اي خدش فيهم. ويوجا ساعتها بيطلب من المحكمه العداله، والقاضي ساعتها بيؤمر الشرطه هنا بالقبض على اصحاب يوجا وعرض ال7 وزراء دول في المحاكمه، لكن الشعب ساعتها بيرفض، وبيحصل هنا مجزره بين الشعب والشرطه، وبيضرب هنا اللي تبع الوزراء طلقه هنا وبتيجي ساعتها في كتف يوجا، لكن بندي هنا بياخد يوجا واصحابه في الاتوبيس. والشعب ساعتها بيقدر هنا ان هو يقتل ال7 وزراء من غير اي رحمه ولا حتى استنوا للمحاكمه. وهنا بندي بيوصل يوجا واصحابه هنا، وساعتها بندي والمجموعه بيعملوا له التحيه، وبتخرج ضيفي هنا وبتقول لي يوجا انا بقى من دلوقتي اعتبرني ان انا كافيه حبيبتك. وساعتها بتمشي معاه هنا، وبتكون العداله اتحققت على ايد يوجا، وقدر كمان ان هو ينفذ وعده لحبيبته. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وترخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه ما اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى.